2020 جت الكورونا، قلبت الدنيا كلها، مطارات قفلت، الناس اتحبست والعالم كله وقف فجأة. وفي وسط كل ده جالي خبر عمري ما هنساه. والدتي توفت، وأنا كنت وقتها في السعودية، طيران واقف والحجوزات مقفولة وانت واقف مكانك مش قادر تعمل أي حاجة. في نوع من الوجع الكلام ما بيشرحوش، إحساس إنك بعيد عن حد بتحبه ومش قادر حتى تودعه. ده إحساس صعب جدا. دخلت في فترة كانت من أسوأ فترات حياتي، حالة نفسية وحشة، وحدة، تفكير، وأسئلة كتير. بس وسط كل الوجع ده حصل تغيير جوايا. فجأة الحاجات اللي كنت بخاف منها طول عمري بقت صغيرة. بدأت أسأل نفسي سؤال واحد: أنا مستني إيه؟ إذا الحياة ممكن تتغير في لحظة، والناس اللي بنحبهم ممكن يمشوا فجأة، ليه أعيش خايف طول الوقت؟ يمكن لأول مرة في حياتي حسيت إني مش عايز أبقى الشخص الخايف ده تاني. كان ليا صديق سعودي اسمه حمزة، قال لي إيه رأيك نسافر؟ الفكرة في الأول كانت غريبة بالنسبة ليا. أنا سافر أشوف العالم وأجرب حاجة جديدة؟ كنت متردد بس وافقت.